إخوة الإسلام، هو اسم يطلق على كل شخص يطلب العلم ويبحث عنه من خلال التعليم بأنواعه. فطلب العلم يعد جزءاً مهماً من حياة الإنسان، حيث يبحث فيه عن تعلم كل ما هو مفيد له حتى يستفيد منه بنفسه ويفيد الجيل الذي سيأتي من بعده. فهل فكرت يوماً أخي الطالب كيف تكون طالباً ناجحاً؟ حقيقة توجد هناك عوامل مؤثرة عدة ليكون الطالب ناجحاً، وتبدأ من تأثير العائلة. فعندما يهتم الوالدين بمتابعة أبنائهم دراسياً يساهم ذلك في تأهيلهم لإدراك كل مرحلة دراسية يلتحقون بها. وبالطبع تقع المسؤولية على الطالب أيضاً في الاهتمام بمذاكرته ومراجعة دروسه بشكل مستمر، ويساهم ذلك في تحقيقه للنجاح في دراسته المدرسية والجامعية ومن ثم في حياته العملية. وحتى تكون طالباً ناجحاً في دراستك عليك الاهتمام بالأمور التالية: تنظيم ساعات النوم. يجب أن يحافظ الطالب على ساعات محددة للنوم والاستيقاظ، وأن يبتعد عن السهر والتأخر في وقت النوم. فيجب أن يحدد وقتاً ثابتاً للنوم حتى يستطيع أن يستيقظ بنشاط في الصباح الباكر، كما يجب أن يبتعد عن تعليل سبب سهر